ومن أهم وأقوى مشاهد المسلسل اللي ما ننساها المشهد اللي مثله أحمد إيراج وهبة الدري، كان لحظة خطيئة بين الاثنين. لكن اللي ميزه إن فجر السعيد والمخرج عبد الله البراك اختاروا أسلوب راقي وذكي، ما كان فيه أي ابتذال ولا مشاهد تخدش الحياة. كل اللي صار إن الأعباء طاحت على الأرض بس كذا، ومن هالرمز البسيط فهمنا كل شيء، فهمنا حجم الخطأ والمعنى وصل لنا بقوة بدون كلمة زيادة ولا لقطة جريئة. وهذه هي الدراما الراقية اللي توصل الرسالة بأدب وفن. ومع أن هالعمل انعرض وقت كانت الفضائيات منفتحة والإنترنت بكل بيت، ومع هذا ما حد انتقد المشهد، لا الصحافة ولا الجمهور، لأن الناس وقتها كانت تفرق بين الجرأة المحترمة والابتذال. اليوم كثير من الناس تزعل إذا الدراما طرحت موضوع حساس، ويقولون إن المجتمع متناقض وما يتحمل يشوف عيوبه. بس الحقيقة إحنا مو متناقضين، إحنا أهل حياة وستر، نبغى نشوف قضايانا تطرح بس بطريقة تحفظ احترام بيوتنا وأسرنا. هاج حبيبتي شربي الماي. ما أبي شيء. بس يا حياتي يا سارة، شو صار اللي انت قاعد تسوين كل هذا؟ ليش البكي ما يفيد؟ بعدين انت زوجتي. أنا زوجتك بالكلام وبس. لا مو بالكلام، كلها اسبوع وبصير صج. سارة أنا لا يمكن أتخلى عنك، انت حبيبتي، ولا نسيتي الحب اللي بيننا؟ ما نسيت يا موسى، بس خايفة يا موسى، خايفة. سارة حبيبتي لا تخافين وانا يمك. الحين يلا قومي شربي الماء هذا وقومي لبسي عباتك، خلنا نوديك البيت قبل لا يردون اهلك من المستشفى، واول اسبوع الجاي ان شاء الله انا واهلك نكون عندك. صدق يا موسى؟ صدق يا عيون موسى. يلا. وبعد ما تكلمنا عن قصة ثمن عمري، لازم نوقف شوي ونوجه تحية تقدير لنجوم العمل اللي صنعوا التحفة الدرامية، وأولهم سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد. حياة ما كانت بس تأدي دور نورة، كانت تعيشه تتنفسه، كانت تمثل الألم بكل تفاصيله، النظرة، الرشفة، الانكسار. من أول مشهد تقنعك إنها قضت 10 سنين تدفع ثمن ما سوته، وإذا قالت كلمة تحس فيها تعب السنوات، وإذا سكتت يوصل لك شعور ما تنقله إلا فنانة عمرها كامل على المسرح والتلفزيون. حياة الفهد كانت روح العمل والعمود اللي وقفت عليه الحكاية كلها، وبكل صراحة لولا حضورها الطاغي ما كان المسلسل بيعيش بذاكرة الناس أكثر من